الموزه، وديت الموزه بتاع الربع الخلفي، يعني ديت بيقولوا عليها الوزه بتاع الموزه اللي بتكون في الربع الامامي، واطعم القطع اللي ممكن تاكلها في حياتك في العجل اللي هي الوزه بتاع الموزه. طبعا في فرخه الموزه بتكون في عمود الكتف، اللي هو ده طبعا هو احمر جدا وطعمه جميل وبيتعمل منه ورقه لحمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم عيد من قناه الجزار عيد سينا، وقلنا لكم فيديو جديد كالعاده يا جماعه. الفيديو بسيط وسهل كده، هنتكلم فيه عن حاجه مهمه جدا وناس كتير بتسالني عليها. كلمني واحد واكتر من واحد على فيديو معين، قالوا عايزين نعرف العجل بيبقى فيه كام موزه. في ناس قالت موزتين، وفي ناس بتحب الموز قالوا ده العجل فيه 10 موز. هنقول لكم وهنشرح لكم بالتفاصيل وشرح عملي باللحمه موجوده معانا عجل كامل. هنشرح لكم الموز بتبقى قد ايه، وحدود الموزه في العجل بتكون لحد فين، عشان في ناس في جزارين بيضحكوا على الناس وبيقول لهم الموزه ممكن يفضل يقطع من اول الرجل من اول العكوه الديل لحد الرقبه، اقول دي موزه. طول ما الزبون مش فاهم بيديله ويقول له دي موزه وخلاص، ولكن كيف الموزه اللي بيفهم عارف يعني ايه موزه وعارف مكانها فين. هنشرح لكم بالتفصيل، بس قبل ما نبدا الفيديو لايك للفيديو واعمل كومنت وقول رايك في الفيديو في تعليق، ولو عايز فيديو معايا نطلبه تحته هنفذه لك. ما تنساش اهم حاجه تعمل لايك للفيديو عشان ننتشر لاكبر عدد من الناس. هنبدا مع بعض دلوقتي. يا ريت تقدروا المجهود اللي احنا بنبذله عشان خاطر ان احنا نوصل المعلومات للمتابعين. طبعا ديت الفخده وبتكون فيها الموزه اهيت في الرجل. طبعا الفخده اللي ورا يعني في عدد 4 موزه في العجل، في 4 موز، 2 ورا و2 قدام في الرجول اللي قدام. طبعا ديت الموزه، وديت حته في الفخده هي يا جماعه اسمها فرخه الموزه. فرخه الموزه يعني ما بتبقاش نفس حلاوه الموزه، ولكن بنسبه 85% بتكون قريبه من الموزه. ديت فرخه الموزه، وديت الموزه بتاع الربع الخلفي، يعني معانا 4 قطع. ديت الموزه الاصليه، وديت فرخه الموزه، يعني تقدر تقول ابن الموزه الصغير كده بالنسبه للفخده. هنيجي بقى للربع الامامي كده. قلنا ان في 2 موزه في الربع الخلفي و2 موزه في الربع الامامي. حدود الموزه بقى بتكون فين في الربع الامامي؟ في ناس بتقول يعني الجزار بيفضل ياخد من هنا وياخد القطعه ديت وبياخد العمود ده وبيقول عليه موزه للزبون. يعني في ناس بتبيع عمود اللوحه على انه موزه، هو ما يعتبرش موزه، ولكن هنقول ممكن تقدر تقول للزبون ان هو شبيه للموزه او اقرب ما يكون قريب حاجه يعني في الكتف بالنسبه للموزه العمود ده، ولكن هو مش موزه. خلاصه الكلام. طيب هنيجي عند الربع الامامي. هنا الموزه هي بتكون لحد هنا، وطبعا احنا شفينا الموزه في اكتر من فيديو وشرحناها. ديت اهي الموزه اللي بتكون في الربع الامامي، بتكون في قشره اللوح اهي، وهنا هي برضه في نفس الكلام في اللوحه. طيب في امتداد للموزه، في عرق كده بيكون جوه اللوحه اهو، هو ده اللي بيكون ده تقدر تقول عليه الوزه. في ناس بتقول عليها الوزه بتاع الموزه، وفي ناس بتقول فرخه الموزه برضه للكتف الامامي، وفي ناس بتسمي القطعه ديت الوزه بتاع الموزه اللي بتبقى في الكتف. بتكون القطعه ديت، طبعا القطعه ديت عباره عن زبده، ولكن في ناس بتاخدها الجزار عشان تاخد المنطقه ديت بيديها لك باللحمه اللي حواليها اللي هي ديت، وبيحاسبك عليها على انها موزه. مفيش مشكله بقى طالما انت مضطر وغاوي هتاكلها، ولكن هي ديت بيقولوا عليها الوزه بتاع الموزه اللي بتكون في الربع الامامي. وهي طلعناها من الربع، وده الربع الثاني، الرجل الثانيه هي بتكون اهي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده بيكون اخر حدود الموزه. القطعتين دول مالهمش حل طبعا، ومن انضف واطعم القطع اللي ممكن تاكلها في حياتك في العجل اللي هي الوزه بتاع الموزه. طبعا في فرخه الموزه بتكون في الربع الخلفي، ولكن ديت بيسموها الوزه بتاع الموزه. طبعا هي مش عشان شبيهه الوزه الصغيره اللي بتكون لسه طالعه من البيضه. ديت وزه الموزه بتاع الربع الامامي. الفيديو دوت يا رب يكون عجبكم واستفدت منه. لو استفدت بمعلومه صغيره اعمل لايك للفيديو دلوقتي قبل ما تنسى، ودعمني عشان استمر في الفيديوهات، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات في الفتره الجايه. كده
شرحنا لكم اهوت. برضه هتبص على الربع الامامي اهوت، ديت قشره اللوح اللي بيكون فيها الموزه زي ما شفتوا هي بالكامل. امتداد الموزه بيكون لحد اخر وزه الموزه في الربع الامامي. وعندنا اهوت العمود بتاع اللوحه. الناس طالما الزبون الجزار، في بعض الجزارين ما عندهاش ضمير بيجيب له العصب ده بتاع الموزه في عمود الكتف اللي هو ده. طبعا هو احمر جدا وطعمه جميل وبيتعمل منه ورقه لحمه ملهاش حل، ولكن هو مش تبع الموزه. فنصيحه بلاش للجزارين ان هم يضحكوا على الناس اللي هم معدومين الضمير، اللي هم اقليه جدا. وفي يعني ما يمنعش ان في جزارين كتير عمالقه وناس محترمه جدا وتعرف ربنا في شغلها وبتقول للزبون على الحقيقه. فديت عمود الكتف، بلاش حد يضحك عليك ويقول لك على انه الموز. وزي ما شرحنا لكم اهوت بالتفصيل، العجل بيبقى فيه 4 موز، وشرحنا امتداد الموزه بيكون لحد فين في الفخده، وامتداد الموزه بيكون فين في الكتف. مع تحياتي لكم الجزار عيد سينا، ومع الف سلامه.